السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا ميت أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناة بالميرا. خلينا قبل ما نبدأ المقطع نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا المقطع راح نستعرض تسريبات جديدة للرويال باس السيزون الأول، وراح نتعرف على السعر الرسمي للرويال باس الموسم الأول والسيزون الأول يا أخوان بالتفصيل، وكيف راح نقدر نشحن السيزون، وهل راح تكفينا الشدات اللي معانا لشحن السيزون. فبلا ما نطول عليكم أكثر ما هيك دعمونا بلايك للمقطع، وإذا ما كنتوا مشتركين بالقناة ما تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول بأول. بالبداية يا أخوان، بعد ما نشرت مقطع تغيير نظام الرويال باس، وطبعا كثير من اليوتيوبرية نشروا هذا الاشي وهذا الخبر، انقسم الناس واللاعبين بلعبة ببجي موبايل لقسمين. القسم الأول واللي هم الناس اللي ما صدقوا الخبر وحكوا انه كذب، وكان موجود بالتعليقات يعني بعض الناس اللي حكوا لي انه عم بكذب واجيب اخبار من عندي حتى احصل مشاهدات، وهي الاخبار بصراحة ولا خبر منهم مو من عندي، انا بحكيكم بصراحة مسربين نشروها وشركة ببجي موبايل نشرتها. وراح نشوف هذا الاشي بالدليل. هاي الصورة عم تشوفوها حاليا من صفحة ببجي موبايل على الانستغرام ببجي مينا يا اخوان، بتقدروا تشوفوها. بيحكوا لنا انه راح يتم تغيير نظام الرويال باس بشكل كلي، وعم تشوفوا بطاقة ال 250 نقطة ار بي وبطاقة الخصم ال 60 شدة راح تكون متوفرة معانا بالموسم القادم. لكن هذا القسم من الناس ما بدي ارد عليهم اكثر من هيك لانه هم اغليه. اما بالنسبه للقسم الاكبر والجزء الاكبر من لاعبي ببجي موبايل اللي صدقوا الخبر لكن خافوا ما يقدروا يشحنوا السيزون، لانه اغلب لاعبين ببجي موبايل او 80% من لاعبين ببجي موبايل وانا من ضمنهم طبعا، هدول الناس ما بنقدر نحن نشحن بكل يوم او كل اسبوع او كل ما ينزل باكج. انا بصراحه ما بشحن كل ما ينزل باكج او كل ما ينزل اي شيء، ما بفتح باكجات بالشدات الا لما يجيني شدات من الشركه، ما بشحن على حسابي وادفع فلوس على الشدات حتى ولو على الرويال باس. حتى الرويال باس بيجيني شدات هل 300 شدة بضل محافظ عليهم وبشحن فيهم الرويال باس بكل موسم، وبكمل المهمات وبترجع لي شدات وبرجع بشحن فيهم. فالفكرة اللي حابة اوصلها انه اغلبية لعيبة ببجي موبايل على شاكلتي او مثل حكايتي فما بيشحنوا الا للرويال باس، وبعد ما يشحنوا 300 شدة يمكن يشحنوا فيها 10 مواسم تانية او سنة سنتين يضلوا يشحنوا بنفس الشدات وترجع لهم يشحنوا وترجع لهم. فببجي موبايل ما انها غبية لهالدرجة انها تجي وتخسر هدول الناس اللي هم واحد. يعني الصورة اللي عم تشوفوها على الشاشة بصراحة هي صورة رسمية إن شاء الله ومسربة من أحد أهم المسربين الموثوقين، مسرب موثوق وسرب هي الصورة، والترجمة الخاصة فيها عم تظهر أنه تم زيادة الحد الأقصى للرتبة بالرويال باس إلى 100 على أن تكون مدة الموسم شهرين، وهذا الكلام كنا حكيناه بمقاطع سابقة. أما النقطة ب واللي هي أنه يمكن فتح أول 50% أو 50 رتبة من الرويال باس بآن واحد أو ببداية الموسم، وهذا الكلام بخصوص سعر الرويال باس. الناس اللي عم تسأل سعر الرويال باس هل راح يكون 600 شدة، وإذا كان 600 شدة نحن كيف راح نشحن؟ نحن راح يرجع لنا 300 شدة من الموسم الحالي فراح ينقصنا 300 شدة. فهون الشركة أعلنت إنها راح تعتمد نظام جديد. النظام هذا راح يستمر معانا لأول 4 أو 5 مواسم، وممكن يستمر موسمين أو موسم واحد، لحد الآن هذا الاشي مو مبين. النظام راح يكون هو أنك بتقدر تشحن أول 50 ليفل من الرويال باس، تجي انت بنهاية هذا الموسم الشدات اللي بيرجعوا لك من الرويال باس الحالي سيزون 22 راح يرجع لك 320 شدة او 300 شدة. هل هو انت الشدات اللي راح يرجعوا لك بتشحن فيهم اول 50 ليفل، بعد ما تشحن اول 50 ليفل بتكمل المهمات وتوصل للليفل 50 راح ترجع الشدات اللي انت شحنت فيهم. فهون انت بترجع بتشحن من الار بي 50 للار بي 100، تاني 50 ليفل تقدر ترجع تشحنهم مرة تانية، وهيك انت راح توصل للار بي 100 ب 300 شدة فقط. وكل موسم راح يتم زيادة كمية الشدات اللي انت بتسترجعهم من رويال باس، يعني كل موسم راح تحصل 60 شدة زيادة. انت كل موسم راح تحصل 60 شدة، 30 شدة راح يكونوا بالجزء الاول واللي هو للار بي 50، وبعد الار بي 50 راح يكون في 30 شدة زيادة، فكل موسم راح تحصل 60 شدة زيادة لبين ما يكتمل عندك ال 600 شدة. وبعد ما يصير عندك 600 شدة الشركة راح تلغي هذا النظام وراح تعتمد النظام القديم واللي هو شحن الموسم مرة واحدة، والموسم بيكون عبارة عن من الار بي 1 للار بي 100.
اما النقطة الاخيرة بهذا الفيديو اللي هي اضافة سكن قابل للتطوير داخل الرويال باس، ان شاء الله بشكل شبه رسمي راح يتم اضافة سكن جديد داخل الرويال باس، سكن قابل للتطوير. راح يكون طبعا السكن هذا ما راح يكون قنبلة ولا اي شيء، راح يكون سكن سلاح، واللي هو سلاح الساطور هذا اللي عم تشوفوه. بنسبة 90% ان شاء الله السلاح هذا راح يكون داخل الرويال باس، راح نقدر نحصله ان شاء الله. هل راح يكون مطور ولا لا هذا الاشي مو مبين لحد الان، لكن ممكن يكون كل مسج. وبنسبة كبيرة السكن راح يكون سكن الساطور هذا اللي عم تشوفوه، هذا هو الكل مسج الخاص فيه. والسكن راح يكون هو السكن الموجود بايد بدلة الار بي 100 اللي عم تشوفوها يا اخوان، وكنا استعرضناها بمقاطع سابقة. بنسبة 90% هذا السكن راح يكون متوفر معانا بالموسم القادم بالسيزون الاول يا اخوان، والسكن راح يكون معه كل مسج ان شاء الله. وبس يا اخوان هذا كان كل شيء بالنسبة لهذا المقطع. الله يعطيكم العافية على المشاهدة، ما تنسوا تعملونا بلايك وتشتركوا بالقناة، والسلام عليكم.